عندما ندخل في مرحلة الإقصاء تصبح الأمور أصعب. أعتقد أن المنتخب المغربي بالطبع يملك كل المؤهلات. حكيمي فعلا يملكون مؤهلات عالمية، وهذا تشكل مشكلة لأي منتخب عالمي. ويملكون كذلك فرصة مميزة وجيدة لكي ينتقلوا إلى المراحل المقبلة. إذا يملكون 15 شخص يلعبون في أفضل الأندية في العالم، البطولات في العالم والدرجة الأولى. فعلا هو منتخب قوي في هذه البطولة، منتخب يملك الكثير من الخبرة. لاعبون لعبوا في دوري الأبطال والدوري الممتاز وما إلى ذلك. هو منتخب يضم فعلا لاعبين مميزين وأقوياء في هذه المرحلة. كما تعرف، إذا ما نظرنا إلى المباريات التي جعلتنا نتأهل إلى هذه البطولة، أصبحنا فريقا فإذا أردنا أن نحظى بفرصة لكي ننقل هذا الفوز إلى هذه بطولة العالم، وهي بطولة غير سهلة كما تعرفون. هذا أمر غير سهل. الدروس المستقبل تحدثنا عن نقاط الضعف. لقد أظهرنا أنه يمكننا أن نتنافس مع أفضل المنتخبات في العالم، وفقط إذا وضعنا هذا في الميزان. عندما نفوز ليس كل شيء مثالي والأمر سيان، عندما نفشل ليس كل شيء خطأ. نحن دائما نركز على النمو، على التطور وعلى التعلم. لقد لعبنا ضد أفضل المنتخبات في العالم، وهذه نقاط الضعف إذا دخلنا في التفاصيل لقد بقينا مع هويتنا. الضغط على أفضل المنتخبات، هذه فلسفتنا، الضغط على الملعب. هذا ما الذي أتى بنا إلى هنا. في بطولة مثل هذه علينا أن نجد توازنا معينا.